صباح الخير حبايبي. هو احنا بعد العصر ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا كنا عاملين فيديو قبل كده ازاي تعرف ان في حد بيفكر فيك سرا، وده وصل لاكتر من 250,000 مشاهد. الحمد لله يعني ولقى قبول عالي جدا. فانا النهارده جايبه لكم بقى ازاي تعرف ان شخص بيفكر فيك، وغالبا كده احنا هنستخدم لغه الجسد، هنترجم اللي بيصدر من الانسان من التصرفات. بس الاول انا عايزه اشكر كل الناس اللي دعموني بالاشتراك في القناه، انا متشكره جدا 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 حبايب قلبي، وميرسي على اللايك ما تنسوهاش لان هي دي اللي بتدعمني. واتمنى ان اي موضوعات انتوا حابين ان احنا نناقشها اكتبوها في الكومنتات وانا من عينيا الاثنين. موضوعنا النهارده ازاي تعرف ان في شخص بيفكر فيك، تفقشه ازاي؟ اعرفوا حاجه، ان الانسان لما يكون معجب بحد تركيزه العقلي بيقل وبيزيد عنده المشاعر الايجابيه، وان الحب والاعجاب محركين بيحفزوا جزء من الدماغ بتخلي الانسان اللي هو في حاله اعجاب او حب بيرى العالم من خلال منظور الحب ده، وبتلاقيه بيتقبل الانسان اللي هو معجب بيه او بيحبه بكل ما فيه، من غير تفكير ولا انك تقعد تفصص فيه وهو ازاي ده حلو فيه وده وحش فيه. تتقبله على بعضه، بالعكس بتبقى حابب كل حاجه فيه. دلوقتي احنا عايزين نعرف بقى ازاي تعرف ان اللي قدامك ده بيفكر فيك. يعني تخيلوا انتوا العين، طبيعي جدا العين هي نافذة الروح، هي اللي بتعبر عن كل حاجة موجودة داخل نفسية الإنسان اللي قدامي. من العين بتقدر تفقش اللي قدامك هو بيفكر فيك إلى أي مدى. اللي بيحصل الإنسان لما يكون بيحب حد أو معجب بيه بتلاقيه عينه ما بتتشالش من عليه وبيبص جوه عينه. اللي بيحصل إن الجسم بيفرز هرمون اسمه الاوكسيتوسين الكيميائي العصبي، ده بيزود من النظرات المتبادله بين العيون، وبيزود الاحساس بالسعاده، وده بيؤدي الى انجذاب الشخصين لبعض. هرمون الاوكسيتوسين ده بيزيد من اتساع حدقه العين، كلما زاد اتساع حدقه العين من الشخص اللي بيكلمك اعرف انه بيفكر فيك، وانك لو مشيت من قدامه هيبتدي يدور عليك ويشوفك انت فين لحد ما يقابلك، وتلاقيه الشخص اللي بيحب ده عينه على الانسان اللي بيحبه، ويتجنب ان هو يبص لاي حد تاني. ما هو مش قادر يبص في اي مكان تاني نتيجة لافراز هذا الهرمون العصبي الكيميائي. هنتكلم دلوقتي عن اتجاه الجسم. الاتنين ازاي اعرف من حركة الجسم اللي قدامي وهو قاعد كده مع شخص ان هو بيحبه. بتلاقي بيزيد من ميلان جسمه تجاه الشخص اللي بيحبه. يعني لو اتنين قاعدين جنب بعض بتلاقي انتوا فاهمين لما تقربوا كده من بعض وتتكلموا وتلاقي الرؤوس قربت واتكلمت، وكل ما زاد التقارب بتلاقي الجسم بيلف تجاه الشخص الاخر كليا. وده العكس تماما لما تكون بيحصل مع انسان انت ما بتحبهوش، بتلاقي بتبعد تمام شفتي وتسيبه وتمشوا. يبقى طريقه وقفه الجسم، ميلان الجسم، حركه الراس تجاه الشخص اللي انت واقف معاه بيبين لك قد ايه هو بيحبك، وان هو يعني ميلان الجسم بشكل ارادي. الانسان بيميل للشيء اللي هو بيحبه كلية، والجسم بشكل لا ارادي تلاقيه بيتجه الى ناحية الانسان اللي هو بيحبه ومعجب بيه وبيفضل. لو الانسان اللي قدامك ده بيحبك قوي تلاقيه بيزيل اي حواجز بينك وبينه، اي حواجز، اي عقبات، حتى لو حاجات ماديه، يعني المحفظه بتاعته، المجله، الكتاب، الشنطه، اي حاجه بينك وبينه بيبتدي يشيلها. دي مش علامه مؤكده
لكن ممكن تبين لي حتى ان في عواطف بس لسه ما اتاكدتش، في حين ان لما بيكون في شخص انا ما بحبوش، مش مايله ليه اصلا، ببتدي احط حواجز بيني وبينه، سواء حواجز ماديه او على مستوى غير المستوى المادي. لكن الحب بيزيل الحواجز، ببقى عايزه اشيل اي حاجه ممكن تبعد هذا الشخص عني او تخلي المسافه بيننا مش زي حتى المسافه النفسيه، يعني مش شرط المسافه اللي هو انه احنا نكون موجودين او قاعدين في نفس المكان. من اكتر الحاجات اللي بتعرفني ان الشخص اللي قدامي ده بيحبني وبيفكر فيا انه ما بيقدرش المحب ده على الاطلاق انه يتحكم في تعابير وجهه. تلاقيه اول ما شاف الشخص اللي بيحبه ابتسم، ما بيقدرش يتحكم في ده. والله لو متقابلين حتى في مكان بعيد الشر، يعني عزا مثلا، اول ما يشوف فرحان، الابتسامه دي بتدل على شعور بالسعاده، ده لقاك يعني. فدي من اكتر الحاجات والتعبيرات الجسديه اللي بتعبر عن ان الانسان ده بيحبني، هي الابتسامه وتعبيرات الوجه اللي هي كلها بتنم عن الفرحه ان هو شافك مهما كان. والابتسامه دي بتبقى طالعه من القلب، ابتسامه حقيقيه غير الابتسامه المزيفه خالص. يعني الابتسامه الحقيقيه بتلاقي كل وشك اتحرك فيها. الابتسامه المزيفه بقى تعرفها ازاي؟ البق بس هو، الفم بس هو اللي بيتحرك. عارفين طبعا احنا الابتسامه الصفراء او الابتسامه اللي هي ما فيهاش مشاعر، بيوصل كل حاجه بتوصل. حركه إماءة الراس خطيره جدا. مين فينا ما بيحسش وهو بيتكلم مع حد ان الشخص ده حابب انه يتكلم معاه، وانت بتتكلم تلاقيه بيعمل إماءة بطيئه كده براسه، اللي هو كمل ماشي، افضل كمل كلامك، وده بيديك شعور بالاهتمام وان هو مركز قوي في كل حاجه انت بتقولها. في حين اني طيب لما حد يكون بيتكلم قدامك تفضل تهز راسك بسرعه، يعني خلص بقى عشان ايه اللي انت بتقوله ده خنقني مثلا. كمان حركه الراس، يعني لما تلاقيه وانت بتتكلم مع حد بتميل براسك كده ناحيته، بتحبه بقى، يعني انت عايز تسمع كل كلمه هو بيقولها، فتلاقي الراس ترجمت ده بان هي عطت ايماءات تجاه براسك كده تجاه الشخص اللي انت بتحبه. في حين انك انت لو رجعت راسك لورا كده وحد تاني قدامك بيتكلم بتديله شعور كانك شاكك في كلامه، او ان اللي هو بيقوله ده مش عاطيك الشعور بالراحه. فحركه الراس كمان بتبين ان اللي قدامي ده بيحبني مهتم بيا. طيب ايه تاني من طريقه قعده اللي قدامي دي؟ واشوف حركه رجليه. لو اللي قدامي ده وهو قاعد محرك رجله كده اتجاه الحته اللي انا قاعده فيها، الرجلين بتتكلم يا جماعه، بتترجم. اعرف ان هو مهتم جدا بان هو يفضل قاعد معاك وحابب قعدته معاك. لكن لو لقيت الرجلين بقى قعدت في اتجاه معاكس اللي هو بيتكلم معاه، اعرف ان هو طيب القعده تحصيل حاصل بالنسبه له. فكأني اتجاه حركه القدمين بتبعت لك رسائل غير لفظيه عن ان اللي قاعد قدامك ده هو حاسس بايه تجاهك في اللحظه دي. خدوا بالكم من رجلين بعض. مين فينا ما حصلوش ده حتى مع حد من اصحابه يكون بيحبه جدا، ان هو تلاقي مامتك مثلا تلاحظ ان بقى في طريقه معينه في الكلام، الفاظ معينه دخلت في كلامك، في حاجه حد طريقتك وانت فاهم، بيحصل تقليد لا ارادي، بتعمل نسخه من الطرف الاخر. تلاقي نفسك بتتكلم بنفس طريقته، نفس نبره الصوت بتاعته، اسلوبه، الكلمات اللي بيستخدمها بشكل لا ارادي. كأن بيحصل حاله نسخ للشخص ده اللي هو انت بتحبه، وتترجم لسلوكيات ليك انت. تخيل مين فينا ما لاحظش ده على اولاده او على نفسه، ان هو في حاجه فيه اتغيرت، حتى نبره الصوت. طرح الاسئله، تلاقي الشخص اللي بيفكر فيك ده وبيحبك مليان اسئله ما بيبطلش يوجهها ليك، عايز يعرفك اكتر، عايز يسمعك اكتر، عايز يدخل ويتعمق جوه حياتك اكتر، مش مجرد اسئله عابره علشان نزود من الروابط الاجتماعيه اللي بيننا. لا، انا عايز اعرف كل حاجه عنك. فتلاقي الشخص اللي متعلق بيك ده او معجب بيك او بيحبك
ما بيبطلش يسأل عن كل ما يخصك وكل ما يمر بيك، ما بيبطلش يسأل، ومش مجرد أسئلة سطحية. وتلاقيه بيبعد كمان عن الأسئلة اللي هي إجابتها لا لا، هو عايز إجابات، عايز يدخل أكتر في المضمار الشخصية اللي هو بيحبها وعنده شغف شديد إنه يكتشفها. سبحان الله، لما واحد يكون بيحبك تلاقيه فجأة كده بقى ودود ولطيف كده، ويعني الود كده بينزل منه حتى لو ده مش معروف عنه على فكرة. يعني تلاقيه بيتعامل مع الناس كلها بشكل وانت معاك بشكل تاني خالص، وتلاقيه حتى في طريقة قعدته يعني فاهم القعدة اللي هي اللي بتديك الإحساس إن هو قد إيه إنسان ودود، حركات لا إرادية وبلا وعي بتحصل منه. خصوصا امتى ده بيحصل؟ لما يكون الطرف اللي هو معجب بيه قاعد قريب منه او شايفه. انت فاهم انت يعني تصرفات صغيره بقى كده، بس يعني بجد يعني ده بيحصل لما تكون بتحب حد. تلاقي نفسك مهما كنت جريء مع الناس كلها، اول الشخص ده ما يجي قدامك تحس انك مكسوف وانت بتتكلم، بيحصل لك شيء من التوتر، تلاقي دقات قلبك زادت يعني وبيبان عليك، يعني بتلاقي يعني بتاخد نفسك بسرعه اكتر، بتلاقي نفسك مهتم بكل التفاصيل الصغيره في الشخص اللي قدامك حتى لو محدش اخد باله منها. بتلاقي نفسك اختلفت، يعني لو انت بطبيعه شخصيه جاده فجأة سبحان الله بيبقى دمك خفيف ازاي مع الشخص اللي انت بتحبه. فعشان كده الشخص التاني ممكن يحس فجأة تبقى مبسوط وسعيد كده، والشخصية الجادة اللي كانت واقفة حازمة فجأة كده بقت دمها خفيف وزي العسل. يعني تالي كده، يعني احنا قبل كده عملنا فيديو عن حاجات ازاي تعرف ان اللي قدامك مش اللي قدامك بقى، اللي بعيد عنك بيفكر فيك في السر. والنهارده عملنا فيديو ازاي من حركات الجسم اللي قدامي اعرف ان اللي قدامي انا عنده شيء مختلف، انا انسان مختلف عنه، فلازم يحبني يفكر فيه لازم اعرف ده. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تشاركوه مع اصدقائكم، واتمنى محدش فينا يجرح التاني، محدش فينا يستغل عواطف التاني ولا يستغله في مصالح لمجرد ان هو بيحبه او بيفكر فيه. خلوا دايما جددوا النية، والنية هي أصل العمل، النية هي أصل العمل، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هتبقى نيتك وحشة اعرف إن هيعود عليك أنت، لأن كل شيء بيجذب اللي أنت. يعني أنا طلعت طاقة سلبية هجذب كل الطاقة السلبية اللي حواليا، أنا مطلع طاقة إيجابية هجذب كل الطاقة الإيجابية، أنا عايز خير هيجيلي خير. لكن لو احنا استغلينا ان احنا عرفنا انسان انه بيحبني واعتبرنا ده نقطه ضعف فيه وابتديت ان انا ادير الموضوع لمصالحي، حرام حرام حرام، الظلم بكل اشكاله حرام. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، كنت بتخانق معاكم دايما